يا صباح الفل على عيونك احلى متابعين في الدنيا. طبعا يا حلوين، مش كل من حط صحون ولا رص كانون. احنا بتوع الكانون وبتوع احلى محشي على الكانون. شايفين الجمال يا بنات يا سيدي، ما شاء الله تبارك الرحمن. بعمل شوية محشي على الكانون يرد الروح، حاجة كده تجيبك من على اخر الدنيا. الريحة جنان والطعم تحفة، حاجة مفيش بعد كده. طبعا انا دخلت في كشمال النهارده، بس انا حبيت ادي مقدمه حلوه كده للفيديو بتاعي، لان فعلا المحشي على الكانون مش يتوصف يا بنات، والله العظيم من جماله سبحان الله. طعمه خطير خطير فوق الجمال بشويه. انا هنا جهزت الحاجات اللي هتحشي معايا. كان طبعا ده حله محشي مشكل، ما شاء الله، ورق عنب على كرنب على فلفل على كوسه. وجهزت التسبيكه بتاعتي، وجهزت هنا الخضار اللي كنت مفرزاه والرز والتومه بتاعتي وكل حاجه، ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما انا معوداكم دايما حبايب قلبي. ودخلت الكوسه، طبعا انتوا عارفين انا بحبها. وهنا حطيت الفرخه بتاعتي تتسلق على جنب، وما شاء الله تبارك الرحمن الريحه وكل حاجه تحفه. طبعا سلق الفراخ انا عملته معاكم برضو كتير قبل كده يا بنات، وقلت لكم ان انا بحط الفراخ تتشوح، ومع شويه بهارات كده وفص مستكه وحبهان وورق لورا، وبقطع عليها طماطمايه وقرن فلفل وبصلايه، وبسيبها تتشوح مع نفسها كده، بتنزل كل الدهون اللي فيها. وبعد كده بنزل عليها شويه ميه سخنه، بتعمل احلى شويه شوربه، بتبقى طعم لحمه الفراخ جميله جدا. وعملتها معاكم بطريقه تانية، وطبعا الناس المتابعين قناتي عارفين الطريقتين بتوعي. هنا انا جهزت معايا ما شاء الله خليط المحشي، تسبيكه كانت تحفه. وما حبيتش اطول عليك الفيديو عشان انا عملت معاك تسبيكات المحشي كتير قبل كده. والمهم ان انا جهزت التسبيكه، وهنا طبعا هجهز بقى الخلطه بتاعت الايه اللي هفرشها تحت المحشي، اللي هي عباره عن بصل وقرن فلفل. واللهم صل على النبي، انا هنزود عليه النهارده قلب الكوسه. طبعا حبايب قلبي واخواتي متابعين قناتي اللي وصلت معايا لعند هنا، يا ريت فضلا وليس امرا تحط لي اجمل لايك من اجمل ايدين لاجمل اخوات في الدنيا. ربنا يعزكم يا رب ويزيدكم ويكتر منكم، اللهم امين. انتوا فعلا اخواتي وظهري وسندي، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. ما شاء الله الفلفل مع البصل مع قلب الكوسه كده وشويه بهارات كده تحت المحشي، ده بيدي ريحه جميله جدا برضو يا بنات. مع شغل الكانون ده، الكانون ده تحفه، وقلت لكم سهل جدا، ممكن كلكم تعرفوا تعملوه. هتعملوا اللهم صل على النبي، ترصوا انتوا في الجناب كده على قد مقاس الحله بالظبط. عندكم شبكه صغيره زي اللي عندي تمام، ما عندكمش ممكن تظبطوا الحله بتاعتكم انها ما تقعش ويكون الطوب ماسكها. جربوه في اي مكان، اللي عندها ارض وواسعه زي حالات هتعرف تعمله باذن الله بكل سهوله، واللي ما عندهاش ممكن تعمله على السطح برضه بكل سهوله. شايفين خلطه المحشي؟ شايفين اللون احمر وجميل، وكان ما شاء الله الريحه تجنن. وهنا حشينا المحشي بتاعنا ورق عنب وكرنب وفلفل. طبعا الفلفل ده حراق بس جميل جدا، والكوسه كانت حله محشي مشكل تحفه، ما شاء الله تبارك الرحمن. ورحنا بقى ايه، ولعنا الكانون بتاعنا زي ما انتوا شايفين طبعا، وبظبط الدنيا وحطيت الشبكه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. اللي عندها شبكه دي هتعملها بكل سهوله، ما تخافش الحله مش هتقع. واللي ما عندهاش ممكن انها اللهم صل على النبي تعمل تزق الطوب كويس جنب بعضيه، بحيث تضيق المسافه وتخلي الحله تعرف تثبت فوق. وتولع على النار من تحت، وباذن الله يطلع من تحت ايدك احلى شويه محشي على الكانون، تاكليهم بالف هنا وشفا. وشايفين الجمال يا سيدي على الروايح، يا سيدي على الجمال. انا جعت اقسم بالله العظيم وانا بسجل معاكم. كان نفسي كده مد ايدي واخد صباع محشي، حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. والحله بتاعتنا طبعا المعتاده زي ما انا معوداكم، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. بينزل المحشي كده ملهلب وجميل وتبارك الرحمن. وطبعا الصينيه ديت لا يعلى عليها، صينيه المحشي بتاعتنا الجميله الجباره، اللي مجرد ما تنزلي عليها حله المحشي بتحسي ان انت خلاص جوعتي، والجوع مش قادره تسيطري عليه. لان فعلا ما شاء الله اللهم بارك المنظر بيشهي جدا وبيفتح النفس جدا. وشايفين شويه الشوربه بتاعنا طلعوا جميله يعني شويه شوربه 10/10. طبعا ده مش شوربه ذكر بط ولا حاجه، ده شوربه فرخه بيضه. وشوربه الفراخ البيضه احنا عارفين انها بتبقى خفيفه، بس لو عملتيها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها هيطلع معاكي احلى شويه شوربه. هتاكليهم وانتي او تشربيهم وانتي بصراحه بتستمتعي بجمالهم. ويطلع طعم الفراخ اللحمه بتاعتها تطلع جميله جدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب. وده كان غدانا النهارده، اليوم جميل ويوم سهل جدا ومش في اي مشكله. واتمنى اتمنى اتمنى تحطوا لي اجمل لايك يا اجمل اخوات في الدنيا، وكومنت جميل زيكم، واشوف وشكم على خير يا رب يا اجمل اخوات في الدنيا. وتفضلوا تعالوا اتغدوا معانا، واتمنى يكون فيديو جميل واكون ضيفه خفيفه على قلوبكم.
واشوف وشكم على خير يا رب. احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين، وفعلا انتوا عيلة التانية. ربنا يديمكم في حياتي يا رب نعمة، ومتحرمش منكم ابدا يا احلى اخوات. طبعا ما تنسوش الليمون يا بنات، الليمون، وحط اللايك عشان خاطر البسبوسه دي، البسبوسه حط لها اللايك. اشوف وشكم على خير يا رب، مع السلامه.